عمري ما اذيت حد، طول عمري بحب الخير للناس. ايه اللي حصل لي ده كله؟ انا خلاص ما بقتش قادر استحمل اكتر من كده. بعد مرور كل هذه السنوات أترى كيف شاب شعري وضاع بصري؟ ترى كيف انحنى ظهري؟ انت مش قادر تقف قدام الكثير. يا خساره يا باشمهندس، لازم تعرف ان انا استمتعت قوي باللعب معاك، بس كان وقت لازم انهي اللعب. ها يا باشمهندس، قلت ايه؟ هتبيع ولا لا؟ أبيع؟ بعد كل السنين دي جاي تسألني أبيع ولا لا؟ إيه مقابل إن أبيع دلوقتي؟ ها؟ إيه المقابل؟ جاوبني. هترجعني عمري اللي راح؟ ولا هترجعني أشوف من تاني؟ ولا هترجعني حياتي اللي أخدتها؟ بعد كل اللي حصل لي لقيت لسه سعيد فخور بنفسي، فخور إني ما سلمتش زي غيري معاهم، غير اللي الفيروس اتمكن منه. كان نفسي أفيدك، كان نفسي أخليكي أحسن من كده، بس دي حكمة ربنا. دلوقتي هحاول أكون معاكي صوتي، مش هبيع، مش هبيع لو هتموتوني، مش هبيع لو هتموتوني. تصدق كنت هتخليني اعيط يا باشمهندس، بس انا عايزك توفر الدموع دي عشان لما تشوف المفاجاه اللي انا جايبها لك هتحتاج دموع كتير قوي. تعالى يا علي. عارف مين ده يا علي؟ ابوك يا علي، باشمهندس جميل عبد الحق، ابنك يا باشمهندس. عادل؟ شفت بقى انا كنت كريم معاك ازاي؟ عادل ابني؟ خليتك تعمل ابنك قبل ما تموت. كان نفسي تشوفه بس يا خساره. عادل ازيك يا عادل؟ قول لي يا عادل، كنتوا عايشين ازاي ده كله من غيري؟ استنى شوية، هتطلبوا فلوس، حب كويس. انت اتعلمت كمان يا عادل؟ انا اتخرجت من كليه هندسه بقالي سنتين دلوقتي. خلال السنتين دول قدرت اعمل مشروع هيغير مصر كلها، هيخليها جنه، بس للاسف سبقتني فلوس، العلا والفلوس. الكلمة دي انا قلتها من 20 سنة وقولها دلوقتي يا عادل. الفلوس مش كل حاجة، أهم حاجة اللي بعملك مرتاح. الموضوع ده خلاص انا جالي امبارح مسؤول كبير قال لي انا هجيب بكل الفلوس اللي بتشتغل عشان تنافس المشروع بتاعك، وعدني معاك النهارده عشان اجي اقابل قسم المناهج. مسؤول مين؟ لا، كرة يا ابني، انت عايز ايه مني تاني؟ مش كفاية خدت عمري؟ سيبني لوحده يا اخي، حد عيش. لا بلاش عادي، عادي، اوعى ما تسيبنيش بقى. مش بس قادر يا عادي، اوعى تسيبني، اوعى تسيبني معاك. انت ايه؟ مش بني ادم، حرام عليك يا اخي، كفايه عمري اللي اخدته مني، عايز تاخد مني ايه تاني؟ كنت دائما تختار مع اني كنت جوه. حياتنا هي الى التحدي بيني وبينك، بين ابي وابيك، بين ولدي وولدي.
حتى الحياة في عينك كالموت موجود، ولكنما متعة الموت أمام لذة العسل. تعلم إن أصعد لحظات الحياة حين أراك عزيزا، لا تستطيع حتى الوقوف على قدميك. أراك مغمض العينين مكتوف الأيدي، هذا هو عمل الذي أتقاضى عليه أجري. إن اليوم لك وغدا لغيرك، سأجعل العداوة بينكم. نعم، سأجعل العداوة بينكم. أنا موجود دائما في الليل وفي النهار، في الجنوب وفي الشمال، عربي أنت أم أجنبي، ولا ترهق نفسك في البحث عني، فإني أطلب إليك من نفسي. إن المباراة مستمرة ولنا لقاء آخر عن قريب. نعم عن قريب. الشعر عير والكحل عير والورد فوق الخد والحد الضفير عير، الصبر عير والضحك عير والفرح والأحزان كمان وحاجات كتير، حتى الحنان جوه البيوت، حتى الكلام، حتى السكوت، حتى الحنان جوه البيوت، حتى الكلام، حتى السكوت، حتى الهتاف جوه المسيرة برضه حيرني حير. بقينا لي حبة حاجات قمصان بدل على اللبات، بقينا لي حبة حاجات قمصان بدل على اللبات، ما بقيتش شايف اللي جاي واللي فات، ما بقيتش الشعر عير والكحل عيرة والورد فوق